بس الملفت بالانتخابات كان في بعض الشعارات الغير شكل المبتكرة يلي أطلقوها المرشحين. مثلا الأخ غسان فايز برو الملقب بكلينت إيستوود جابها من الآخر وقال بده يعمل عرامتا سويسرا. كما سويسرا ستكون عرامتا. مش غلط. يعني بنصير بدل ما نقول مثلا لبنان سويسرا الشرق بنصير نقول لبنان عرمتا الشرق. او مثلا فينا نصير نقول مثلا انه عرمتا سويسرا الشرق. المخطره بدها رجال ابو الشاد. المخطره قصه ثانيه مش كيف ما كان. طبعا شوف المخطره بدها هز كتاف. يعني اذا ما كنت قادر تحمل صاروخ ما تحلم تعمل مختار. يعني اذا المختار بيحمل صاروخ فوق، رئيس البلديه شو بيحمل؟ مينيموم صاروخ نووي. اما رئيس بلديه ياطي الحج خليل حسين كوراني انهى المعركه قبل ما يبلش. قبل ما تبلش المعركه شو عمل؟ هلا بقول لك شو عمل. شوف الحاج نزل صوره للرئيس بري شخصيا انه عم ينتخبوا قبل الانتخابات. هلا اذا بتفوت كلوز اب على الصوره بتشوف انه اخذ صوره رئيس بري محيين على المغلف وراجع عامل كيف بدي لك فوتوشوب للكلام. ها شوف طالع الكلام على اصبعه للرئيس. غلطه مطبعيه تعتبر. يعني اذا الرئيس بري عم يصوت له مين بيسترجي يصوت ضده؟ ابو الشاب بدك تنتبه. اوكي هون بدنا ننتبه كلياتنا سوا. الحاج ما في غلط معه. في مرشح بالنسبه له الانتخابات كانت صلاه. يحو خدمتكم هي قمه العباده. منيح لو وضحت الفكره لانه كنت مفكرها عن خدمه زيت وفالفولين من غير بوجيات. على كل حال الله ينشحك ويقويك. بس كان في مرشحين ابو الشاد الظاهر بالعجقه ضاعوا. عندك الاستاذ رائد عطايا اكيد مضيع بين طير حرفه وبلديه موسكو. ما بعرف. انا استاذ رائد انت محلك مش بطير حرفه، انت بهالصوره محلك بموسكو. اي بطير موسكو. وين نازل؟ مين دعمك يا ابني؟ بوتين؟ ستالين؟ لينين؟ مين؟ راس بوتين؟ طير بوتين؟ في عنا شاب قرر ياخد بوز كتير قوي. ليك ما احلاه؟ تبعت له؟ مثل البوز تبع دعاية الساعات. عم طلع من تحت على الكاميرا. تخيلته ناقر الساعة غير شكل هون يعني ساعة حيط. ليك اوه ايوه هيدا البوز المضبوط. ايوه اوكي. هيك ما احلاه. بس اهضم صوره شفتها من الجنوب هي لهالمجموعه من الشباب يلي فهمانين اللعبه كيف بدي لك فهمانينها مزبوط وعم بيلعبوها من الاخر وما بدهم يضيعوا وقتهم ابدا وقت المرشحين. هيك ما احلاهم. $200 الصوت للي بحب. من الاخر خي لشو وجع قلبي. فرجينا ونروح. هويلي 200 بروح معك ما في مشكله. هيك بدي اروح ببلاش.